انت بتقول انك بتضخم وبتاكل كتير ومش شايف زيادة على الميزان. طب تعال خليني اسألك سؤال، انت بتحسب اللي بتاكله ولا بتاكل وخلاص؟ Here I come. قفشتك. اغلب الناس اللي بيقولوا انهم مش بيزيدوا فاكرين ان هم بياكلوا كتير، بس في الحقيقه هم ما بياكلوش كفايه اصلا، واغلب الحالات اللي انا شفتها بلاقيهم اصلا عاملين عجز في السعرات. بص يا اسطى، جسمك محتاج سيربلس حقيقي، مش مجرد احساس ان انت بتاكل كتير وخلاص. يعني لو سعرات التضخيم 2500 وانت لسه بتاكل 2200 فانت لسه في عجز. وبرضه ممكن يكون الحسبه في السعرات نفسها، يعني انت ممكن يكون احتياجك اصلا اكتر من 2500 بسبب ان انت مثلا من الناس اللي حرقها عالي جدا والمجهود البدني عندها في اليوم عالي جدا، فانت ممكن اصلا تكون محتاج اكتر من 2500. فالحل بسيط، احسب اكلك على ابلكيشن زي ماي فيتنس بال، زود اكلك من 300 ل 500 سعر حراري بس يكونوا اكل نظيف، واستمر اسبوعين وشوف النتيجه. لسه برضه ما بتزيدش، زود اكتر لحد ما تلاقي نفسك فعلا في زياده معقوله. اعمل لايك وفولو واكتب لي تحت في الكومنتس لو انت قابلت المشكله دي قبل كده.